في واحدة من دوائرنا الحكومية. لعله من المستحسن لي ألا أذكر هذه الدائرة بالاسم، فليس هناك ما هو أشد حساسية من العاملين في الدوائر الحكومية أو الفصائل العسكرية والسفارات، أو في الحقيقة أي صنف من المؤسسات الرسمية. ففي هذه الأيام يعتقد كل مواطن عادي أن المجتمع برمته يتعرض للإهانة عندما يتعرض هو شخصيا لأية إهانة. ويقال أنه منذ زمن ليس بالبعيد أن مفتش شرطة في أحد الأقسام الإدارية قد تقدم بشكوى. لا أستطيع أن أتذكر إلى أي مدينة كان ينتمي، وفي هذا الصدد فقد أوضح ببساطة صارخة بأن الدولة وجميع قوانينها في طريقها إلى الانهيار، وأن اسمه المقدس قد تعرض للإساءة بما لا يدع مجالا للشك. وللتدليل على صحة ادعائه فقد أرفق وثيقة إضافية تتمثل في مجلد ضخم هي تتضمن كتابات على مستوى عالي من الرومانسية، حيث يظهر مأمور للشرطة بين كل 10 صفحات، وفي بعض الأحيان في حالة من السكر الشديد. ولذا فإننا من أجل تفادي المزيد من الكراهيات يحسن بنا أن نطلق على تلك الدائرة المعنية دائرة ما. ففي دائرة ما إذن عمل موظف مدني ما، وليس بالإمكان بأي حال أن يقال بأن مظهره كان من ذلك النوع الذي لا يغيب عن الذاكرة، فقد كان قصير القامة وعلى وجهه أثر حبات جدري، وشعره يميل إلى الحمرة، كما كان ضعيف البصر أو هكذا بدا. كان ذا صلعة في مقدمة رأسه، وكان كلا خذيه قد تعرض للتجاعيد. كانت بشرته من النوع الذي تجده عند أولئك الذين يعانون من البواسير، وليس هناك ما يستطيع المرء عمله حيال هذا، فطقس بيترسبرغ هو الملام. أما بالنسبة لرتبته في سلم وظائف الخدمة المدنية فينبغي علينا أن نحددها قبل أن نمضي قدما، فقد كان ينتمي إلى تلك الفئة التي عرفت بالمستشارين الفخريين الدائمين، مستشارين بالاسم، التي ظلت لفترة طويلة كما نعلم جميعا موضع سخرية وتهكم من قبل فئة من الكتاب، التي اشتهرت بشن هجومها على أولئك الذين ليسوا في موقع يسمح لهم بالرد. كان اسمه باتشميكين، الذي يبدو بكل وضوح أنه اشتق من كلمة باشميك التي تعني بالروسية حذاء. ولكن متى على وجه التحديد، وفي أي وقت من النهار، وكيف تكون هذا الاسم؟ فإن هذا الشيء شديد الغموض. كان كل من أبيه وجده وحتى صهره وكذا جميع الباتشميكيين يلبسن أحذية عالية تغطي الساق. كانوا يجددون نعلها 3 مرات في العام. كان يدعى أكاكي أكاكيفيتش. قد يبدو هذا غريبا بعض الشيء للقارئ الكريم، أو أنه مبالغ فيه بعض الشيء، غير أننا نود أن نؤكد له أنه ما من أحد كلف نفسه مشقة البحث عنه. ولماذا انتهت الأمور على هذا النحو ليدعى بأي اسم غير هذا الاسم؟ وهذا ما حصل. ولد أكاكي أكاكيفيتش في ليلة 22 مارس إن لم تخني ذاكرتي. كانت المرحومة والدته زوجة لموظف في الخدمة المدنية وسيدة فاضلة، قامت باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل تعميده. ففي ذلك الوقت كانت لا تزال مستلقية على ظهرها في فراشها ووجهها نحو الباب، وعن يمينها وقف العراب إيفان إيفانوفيتش يوروشيكين، سيد في غاية التميز، كان رئيس الكتاب في مجلس الشيوخ، والعرابة أرينا سمينوفينا بيشكوفا، زوجة مفتش شرطة الإقليم وسيدة فاضلة من نوع نادر. وعرضت على الأم 3 أسماء: موكيا، سوسيا، أو خزدزات، باسم الشهيد. كلا، ما كان يدور في مخيلات والدته. ليس بمثل هذه الأسماء الفظيعة المتداولة هذه الأيام. وفي محاولة لإرضائها تصفح عدة صفحات في التقويم التابع للكنيسة الأرثوذكسية، فوقعت أعينهم على 3 أسماء غريبة: تريفيلي، ذالا، وباركاشي. هذا محض عذاب أنزلته السماء. تمتمت المرأة: يا لها من أسماء، وحياتي لم أسمع بمثل هذه الأسماء. فزادت: وفاروخ لن تكون أسوأ من تريفيلي وفرخاسي. وقلبوا صفحة أخرى من التقويم
فوجدوا بافيكاخي وفختيسي. حسنا، من الواضح تماما أن هذا هو القدر، فمن المستحسن أن نسميه باسم والده. كان يدعى أكاكي، فدعونا إذا نطلق على ابنه أكاكي أيضا. وهكذا أصبح أكاكي أكاكيفيتش. وعمد الطفل وانفجر أثناء الحفل باكيا، وانهمرت دموعه وتبدلت ملامحه، وتيقن عندئذ بأن قدره أن يصبح مستشارا بالاسم فقط. وسبب هذا السرد هو لتمكين القارئ للحكم بنفسه على مجرى الحوادث بأنه كان مقدرا تماما، ومن المستحيل أن يكون لأكاكي أي اسم غير هذا الاسم. على وجه التحديد، متى بدأ العمل في الدائرة ومن كان المسؤول عن توظيفه، فمن المؤكد أنه ليس باستطاعة أحد أن يذكر شيئا من هذا القبيل. فبغض النظر عن عدد المدراء والرؤساء الذين تعاقبوا عليه، فقد كان يرى دائما في المكان نفسه بالضبط، ويقوم بتأدية العمل نفسه، مجرد نسخ روتيني ولا شيء سوى النسخ. ونتيجة لذلك اعتقد الجميع بأنه قد ولج إلى هذا العالم مهيئا لهذا العمل، ومجهزا ببدلته الرسمية وبقعته الصلعاء. لم يكن له أحد من العاملين في المكتب أي احترام، فعندما يدخل لم يبقى البوابون جالسين فحسب، وإنما لم يعيروه أي اهتمام أو يلقوا عليه نظرة، كما لو كان ذبابة منزل عادية مرقت عبر غرفة الجلوس. بعض مساعدي رئيس الكتبة كانوا يحذفون بعض الأوراق في وجهه من غير أن يتفوهوا بعبارة مثل أرجو أن تقوم بنسخ هذا، أو إليك هذا العمل الصغير المثير للاهتمام، أو بعض الملاحظات الصغيرة اللطيفة التي تسمعها في المؤسسات التي تتصف بالتهذيب. وكان يتناول كل ما كان يوضع أمامه دون أن يكلف نفسه مشقة رفع رأسه ليرى من وضعه هناك، أو ليسأل نفسه فيما إذا كان من الصواب أن يفعل ذلك. فقد تسمرت عيناه على ما يجب عليه تأديته، فقد كان ببساطة يتناول الوثائق ويبدأ في نسخها. وكان صغار الكتبة يتضحكون ويروون النكت بشأنه على مدى ما يسمح به المكتب من امتداد، وكانوا يروون أقاصيص من اختراعهم حتى عندما كانوا يقفون بالقرب منه حول صاحبة مسكنه البالغة من 70 من العمر على سبيل المثال، التي اعتادت على ضربه كما كانوا يقولون. فكانوا يسألون متى سيكون موعد الزفاف لينثروه بقصاصات الورق التي يسمونها الثلج. ولكن أكاكي أكاكيفيتش لم يبدي أذنى اعتراض، كأنما لم يكن هناك أحد على الإطلاق. فعمله لم يتأثر بأي حال، ولم يخطئ في نسخ حرف واحد في ظل هذه المضايقات. فقط عندما تصبح النكات لا تطاق، عندما يهز أحدهم كوعه مثلا ويمنعه من العمل، كان يقول ذعني وشأني، لماذا تعذبني؟ كان هناك شيء غريب في هذه الكلمات والطريقة التي كان يتلفظ بها. فقد كان لصوته نغمة غريبة تجعلك تشفق عليه، لدرجة أن أحد الكتبة حديث التعيين في الدائرة، والذي كان على وشك أن يسلك مسلك الآخرين وأن يبدأ في السخرية منه، توقف فجأة في منتصف الطريق، كما لو كان قد تسمر أو أصيب بشلل. ومنذ تلك اللحظة رأى الأمور بمنظار آخر، فكأنما قوة خارقة أبعدته عن زملائه الذين عندما التقى بهم للمرة الأولى ظنهم رجالا على شيء من التهذيب. ولفترة طويلة فيما بعد، حتى في أشد حالاته مرحا، كان يرى ذلك الشكل ببقعته الصلعاء ويتمتم أمامه بصوت مثير للأسى ذعني وشأني، لماذا تعذبني؟ ومن خلال هذه الكلمات النفاذة كان يسمع أصوات آخرين، أنا أخوك. فكان المسكين يدفن وجهه في راحتيه. وفي مرات عدة فيما بعد كانت تنتابه قشعريرة عندما كانت تراوده فكرة كيف يمكن للناس أن يكونوا بهذه الوحشية، وكيف تخفي التصرفات المهذبة والتربية الحسنة هذه الفظاظة الشديدة. يا إلهي، في أكثر الناس المعروفين بنزاهتهم واستقامتهم